يا مساء الخير على حبايب قناة رونالدو جونيور اللي بتتكلم فيها عن المونتاج وبرامج الجرافيك ديزاين. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل كلمة مضيئة بصورة احترافية على برنامج كاب كات. فلو انت مهتم كمل معانا واشوفك بعد الانترو. وما تنساش يا صاحبي تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا نكمل. بص يا صاحبي، في البداية كده هنعمل ايه؟ أول حاجة هنطلع لفوق لتكست، وبعد كده اد تكست، تكست ديفولت تكست سوري. ندوس اد كده على الزائد دي. تمام، هتظهر بالشكل ده. فاحنا هنا هنخش، خليك من الأول خالص، هتبقى جاي كده على بيزكس. تمام، بيزكس دي اللي هي ايه، بتزود منها الحجم، تظبط منها الكلمة. تمام، فاحنا ايه مش عايزين ده كله، عايزين ايه بقى، نخش على الافكتس على طول. هتنزل لتحت، دي كلها افكتات 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 افكتات. بص اول واحدة اهي، الإضاءة البيضاء. تمام، تنزل لتحت تاني. معلش معلق عندي عشان الجو حر جدا. في دي، في دي الحبذا دي أحسن واحدة. تمام، في دي برضو، أيا يكن، خليها مثلا في دي. نرجع تاني بيزكس، حدد الكلمة اللي أنت عايز تكتبها، وأن يكن صل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد كده هتكبرها زي ما أنت عايز، وهتروح بعد كده الأنيميشن عشان تختار الأنيميشن اللي أنت عايزه، وأن يكن الصلاة على النبي ده. هنصغر الوقت ل3 عشان يبقى إيه مطابق للفيديو. بص دلوقتي، بسم الله. تمام، وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. معلش الفيديو صغير أنا عارف، بس عشان الدراسة وكده، فأعمل لكم فيديوهات جديدة الفترة اللي جاية إن شاء الله. متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير للفيديو، عشان إحنا بنتعب في الفيديوهات زي ما أنت شايف إيدي عامل إزاي. بصراحة تعب تعب تعب. والسلام يا صاحبي.